هذا ولد العود راشد وزوجته نور، وهذا غانم وزوجته لي. هذا محمد وبنت اختي مها، توهم مالجين. احبك 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 احبك. مستحيل اتزوج غيرك، انت كل شيء في حياتي. يعني مستحيل اعيش مع واحده غيرك، بصدقك انت. تدري عبد الله، حتى انا بعد ودي. انا اليوم اسعد انسان بالدنيا. اي خلاص اسكت، والله يا ويلك. احبك 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 احبك. اما هذا ولد الجعد، ولدي الصغير عبده. اتزوج صمود، بس على شرط اتزوج نورة ولا مستحيل اتزوج غيرك، انت كل شيء في حياتي. ابشرك الاخ عبد الله ناوي يتزوج اعراب من اخوانه كلهم. اذا هي ما وافقت ضغط امها عليها بيخليها توافق. اقول لها اخيرا امي وافقت نتزوج، بس بشرط اليوم اللي املك عليك املك على ثنتين غيرك. ريم انا طول الوقت افكر فيك. يعني انت صدق تحبني؟ اي ترى على فكره هذا حبيبي عبد الله اشترى لي اياه. مشاعري صوبك كانت صدق من كل قلب. انت شايف انه منطقي اثنين متزوجين يتشافون بالسنة؟ حبك برص ان شاء الله، قول يا امين. أما انت دمرتيني، دمرتي حياتي. انت طالب. عبد الله طلقني. انا سمعت من راشد بذني تقول انها بتجيب عيال راشد وغانم وبتسكنهم في البيت. اي يا عبد الله، بس جنت. يا باش مهندس، هل تقبل على نفسك بانك تتزوج مرة كانت على علاقة مع لو رجل؟ كنت ادري ان حبي لك بيسوي فيني كذي كان شلعته من مكانه ودست عليه. لما اتذكر اني يوم من الايام حبيتك اكره نفسي. علاقتي بصمود مو نفس قبل، مو صمود هذا اللي كنت احبه وعارضت علشان اتزوجه. ان ما خليت عبد الله ابو سيدك يوم انا وانت ما نقدر نعيش ويا بعض. صمود صدقيني زواجي منهم بس راح يكون على الورق. متزوج 4 حريم وكم يا حليم، انت حلك عند رب العالمين بس. مستحيل اتزوج غيرك، انت كل شيء في حياتي. يعني مستحيل اعيش مع واحده غيرك، بصدقك انت.